السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صلي على محمد. أساسية عندنا عبد الله الخيبري أيضا يأخذ فرصته. ثابت النصراوية تاليسكا يلعب كرة لكنها في النهاية جاءت في حائط الصد لتعود جدا قبل انطلاقة المباراة إلى أن تحققت البداية بالفعل الآن، وبداية نصراوية سريعة معها صافرة مخالفة ركلة حرة مباشرة عرضية بمنطقة الجزاء. تاليسكا بالراس لكن تميدو مو بعد المدافعين ركلة مباشرة للنصر في محل ثقة الجماهير النصراوية. مثل تاليسكا انطلق تاليسكا شق طريقه، لكن في النهايه تمكن الدفاع في الطائي من ابعاد الكره من امام تاليسكا وسط مطالبات من الجماهير النصراويه بوجود منطقه الجزاء، لكن بالراس مبعده ترجع الى لويس غوستافو وتسديده الى خارج ارضيه الملعب. مرت كره لويس غوستافو الى ركله جهه اليسار، الانطلاق الوصول في منطقه الجزاء والتسديده لخارج ارضيه الملعب. موسونا شق طريقه من الجهه اليسرى، اندفع للعب موسونا. هذا جاي مشاغب الليله. موسونا انطلق في اليسار النصر كان ممكن ان يسجل اولا. الى الكره اللعب الى محاوله للطائي، تمريره ما كانت مكتمله بسبب ارضيه الملعب المبلله والامطار تتهاطل من الاول. شوف امير سعيد، شوف الرشاقه، شوف المهاره، شوف الكره في النهايه. التسديده اللي مرت في قدم اليمنى الى خارج اليسار مقطوعه الى بيتي مارتينيز، صافره فيها شد فيها بطاقه صفراء. قرار غوستافو لا مش طبيعي ابدا. كل ما يحدث في المباراة اذا تاليسكا يضيع فرصة بهذا الشكل، فكل مرة الكرة بالجهة اليسرى والانطلاق للنصر من اليسار الى خارج ارضية الملعب، لكن فيها فاول. مشاريبوف الجانبية بالراس، واصل الكرة للطائي ثم صافرة مخالفة وركلة حرة مباشرة في منتصف الملعب. لعبت الكرة مؤامرة كبيرة يا وسبينا، التسديدة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. حاول موسونا أن يستغل وأن يستفيد. صلي على محمد.